هتكلم معاكم على موضوع يعني هنعتبر الموضوع مش فيديو قد ما درجة. تمام. زي ما انتم شايفين انا مجهز حاجة ولا بتاع. آه، الفترة الأخيرة ظهر موضوع البوش بول ليج. طبعا ناس كتير عايزة تتمرن بوش بول ليج والموضوع مش مناسب لفئة كبيرة جدا، خصوصا لو انت مبتدئ. شفت كمان فيديو لواحد مش هقول بدون ذكر اسماء، انا معرفش اسمه اصلا، بس الفيديو ده قدامي صدفة يعني. آه، بيقول لك احنا مش عارف في 2023 ولسه في ناس ما بتلعبش العضلة مرتين في الأسبوع. طيب انا عندي العضله الكبيره بتعمل استشفاء آه يعني من يومين لثلاث ايام. تمام، ممكن واحد يقعد مع العضله اربع ايام، مش مقياس يعني. من مبدا الفروق الفرديه انا ما اقدرش احكم على حد في حاجه زي كده. طيب انا لما عملت الدبلومه بفترض ان انا جربت على نفسي الاول شويه حاجات، فلما جيت اتعايشت مع البوش بول ليج انا جسمي مش متقبله. هل معنى ان انا لازم اتمرن بوش بول ليج عشان اتطور؟ لا خالص، انا ما بلعبش بوش بول ليج أصلاً. الفكره كلها، ودي ناس كتير قوي بتسالني فيها، العب بوش بول ليج عشان العب العضله مرتين في الاسبوع. للاسف هو ده اللي شائع وكل عمال يكرر فيه وخلاص. بس الافضل، وده اللي بقول لاي حد بيسالني، ان انت تلعب الحاجه الافيد والانسب ليك انت. شوف جسمك بيستجيب لايه والعبه. انا جسمي هيستجيب للبوش بول ليج، انت جسمك مش هيستجيب ليه. أنا جسمي هيستجيب ابر ولور على حسب. وبعدين في حاجه تانية بتحكم وهي الايام. ما انا ممكن متاح لي انزل 3 ايام في الاسبوع بس، فبالتالي اكيد هتمرن حاجه اعرف اشغل جسمي كله فيها على قد ما اقدر. يعني اكون افدتكم، نهاركم زي الفل.